الله. تعالوا نسمي الله، صلى على الرسول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معايا هنا قد ايه ام جمانة؟ معايا 1.5 كيلو من الدقيق. 1.5 كيلو من الدقيق هنزل عليهم المعلقة دي معلقة صغيرة من بتاع الشاي، فهننزل عليهم ب3 معالق صغيرين كده سكر، تمام، او بما يعادل معلقة كبيرة كده غرامية او معلقة وربع من السكر. خلاص، وهنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الملح. خلاص كده 3 معالق صغيرين من السكر او معلقة وربع كبيرة من السكر، وربع معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة او نص معلقة صغيرة من الملح. اقلب كله. ومعايا هنا ايه؟ معايا هنا مية عادية خالص من الفلتر او من الحنفية، تمام، وهعجن بيها. مية عادية خالص، مش سخنة ومش دافية، مية عادية خالص بدرجة حرارة المطبخ، تمام. والدقيق اللي انا شغالة بيه ده يكون منخول مرتين، من مرتين ل3 مرات. بسم الله. انزل بقى كده بالمية. بسم الله. وانا بنزل بالمية انزل تدريج تدريج، يعني شوية بشوية، شوية بشوية، عشان ايه؟ العجينة ما تبقاش سايلة قوي معايا، تمام. تدريج كده. في المرحلة دي شوفوا التجزئة، شوفوا التجزئة. في المرحلة دي انا مش هكمل عجن فيها، انا مش هكمل عجن كده، تمام. انا هسيبها ترتاح 5 دقايق، 5 دقايق بالظبط، وهرجع اعجنها تاني. ليه يا ام جمانة؟ عشان العجينة معايا ترتاح كويس، والكولاجين اللي فيها يعني تدي عرق كويس، تمام، وتمط معايا العجينة كويس من غير ما تتبهدل، من غير ما تتقطع، تمام. تديني الشكل اللي انا حاباه منها. فانا لازم اريح 5 دقايق وارجع اكملها عجين تاني، تمام كده. طيب احتاجت معايا سوائل قد ايه يا ام جمانة؟ العجينة شوفوا، لو مسكتها بايدي التانية العجينة اهي تلزق تلزيقة بسيطة، بس من غير ايه ما تبهدل الدنيا. فانا مش ههبط نفسي واعجن فيها على الفاضي، فانا لازم اريحها شويه. طيب 1.5 كيلو احتاج مني قد ايه؟ 1.5 كيلو احتاج مني لتر بالظبط من الميه، لتر من الميه. انا كان معايا 1.5 لتر، اتبقى نص لتر من الميه اهو، يعني انا استهلكت لتر بس من الميه، تمام كده. بعد ما ريحت العجينه 5 دقايق، تمام، العجينه اهي. اشتغل بقى فيها تاني ايد نضيفه، انا شلت العجين منها، علمني كده مش هتلزق بقى في ايدي، تمام. اعجن فيها كده لمده 5 دقايق 10 دقايق عشان تديني عرق كويس. بسم الله. دايما نسمع العجين ونتشهد عليه. اي عجين يا جماعه هناكله نتشهد عليه. الشرم الشرم. شوفوا بقى انا بمثل العجينه بقى عامل ازاي. شوفوا العجينه بتلزق تلزيقه بسيطه، تلزق اهي. افضل اعجن فيها لحد ما ايه، ما تسيب من الطبق كده والطبق كله يبقى نضيف، تمام. شوفوا من المسه، شوفوا العجينه من المسه عامل ازاي. اظن واضح قوي في الفيديو، كاميرا قريبه ليكوا خالص اهو. شوفوا العجينه، شوفوا العجينه، تمام. انا عايزه الملمس ده اللي ساعه ما اجي اشد معاها كده تديني ايه، تديني عرق، تمام. اغطي عليها بقى بعد ما عجنت فيها لمده 10 دقايق، ما يقلش عن 10 دقايق، تمام. تعجني فيها كده لمده 10 دقايق، يعني من 10 دقايق لربع ساعه يكون افضل. بس الخطوه خلاص كده العجينه معايا ارتاحت اهي. ابدا بقى اجيب صينيه
الصينيه عليها زيت كده. تمام. وابدا بقى ايه بسم الله اكور بقى العجينه على حسب حجم الفطيره اللي انا عايزاها. تمام. عشان الحجم ده عندي كويس اوي. تمام كده. تمام. وهمسح وش العجينه بالزيت عشان ما يهوش وينشف مني، وبعدين احط في الصينيه. ودايما اجيب جنبي كده كيس نضيف واغطي وش العجينه عشان ما ينشفش. تمام. خلي كده كل الكور حجم واحد، وخلي بينهم من بعض كده ايه مسافه عشان العجين ما يلزقش في بعضه. العجينه معايا ممسه بسم الله ما شاء الله تحفه. اكور بقى بقيه العجينه وبعدين ايه هرجع لكم بعد ما خلصت العجينه كلها. شوفوا بطيطها بكيس او اي مشمع كده نضيف عندك يكون نضيف. تمام. مفيشي ستريتش راب كده وستريتش راب وتغطي. تمام. هجيب بقى هنا ايه صينيه نضيفه كده عليها مسحه كده من الزيت، مسحه كده بسيطه كده من الزيت. ودايما لما اشتغل الصينيه على حاجه عاليه، فانا حاطه على الطبق اللي انا كنت عامله فيه. تمام. اجيب بقى ايه اول رغيف انا ريحته بسم الله. شوفوا بقى ليه الخطوه بتاعت التغطيه بتاعت وش العجين، عشان وشه يبقى بالملمس الجميل ده، وشه ما يهوش معايا. تمام. اشتغل. تمام. شوفوا العجينه، شوفوا العجينه، شوفوا الملمس. شوفوا انا نزلت الصينيه على الرخامه عشان ايه اعرف اشتغل بحريه شويه على بال ما نفرد بس العجينه. ايدي الاتنين شغالين كده من عند الايه الاطراف. تمام. اخد من كده من هنا لهنا كده. تمام كده وافرد كده كده. شوفوا العجينه، شد كده الاطراف بتاعتها كلها. شوفوا العجينه اللهم بارك. اجيب بقى الزبده والقشطه بتاعتي كده وايه ورش كده على العجينه كده. تمام. شوفوا التوريقه بتاع العجينه. عايزه اقرب لكم الكاميرا بس. شوفوا التوريقه. اشتغل بقى كده واعمل رغيف رغيف، والرغيف اللي اعمله احط كده الطبقات بتاعه العجينه، بحط ايه واحد في قلبه كده. شغاله كده واضحه ولا ايه النظام؟ كده تمام. واطبق بقى ايه اشد كده واطبق ورش زبده، اطبق ورش زبده. تمام. واعملها طبقات على حسب بقى التوريقه اللي انا عايزاها كده. تمام. الزبده والقشطه. تمام. والسمنه لازم تحطي قطعه سمنه بلدي عشان الزبده والقشطه بيبقى فيهم سوائل. تمام. فلازم يفضل نحط عليها قطعه سمنه بلدي او اي سمنه على حسب ما تحطي يعني، على حسب الامكانيه اللي موجوده. نحط بقى رشه كده من الزبده. اشتغل بقى ايه عاوزه تجيبي الفراده او النشابه زي ما بتسموها عندكم وتشتغلوا بيها عادي جدا، ما فيش اي مشكله. تمام. اهي اهي. مش عايزه تفردي بايدك اهي بمنتهى السهوله.
ما نصعبش على افرد كده كده، يعني الحركه كلها تكون على الاطراف. تمام، ما يجيش من النص عشان العجينه ما تتقطعش معايا. تمام، واجيب الطرف كده واقوم ايه شداه ومضه كده. تمام كده، اشد بقى، اشد العجينه مرتاحه تشد معايا بكل سهوله. والعرق بتاع الدقيق بيفرق جدا يا جماعه في عمايل الفطير. لازم وانا شغاله في الفطير اجيب دقيق يكون عرقه كويس، يعني في دقيق كتير في السوق له عرق كويس، هو ده اللي ينفع في الفطير بدون ذكر اسامي. عشان ايه؟ عشان محدش يقول ان احنا بنعلن عن منتج ولا حاجه، لا، في دقيق كويس كتير في السوق. اللي حابب يسالني وانا ارد عليه. جيب بقى كده، اللهم بارك. ومعايا شوفوا بقى القشطه، يعني في اخر بقى قطعه قشطه اهي، قشطه فلاحي، قشطه بلدي يا جماعه، وقوم جايه كده من جوه اللي هي ام جمانه. هتشوفوا بقى التوريقه وتشوفوا العجينه بقى عامله ازاي. العجينه هتفرق 180 درجه. اشتروا مني. دي الخطوه الاخيره اللي هو اخر رغيف هتحطيه كده عليكي على الزبده والقشطه. فطير يعني زبده وقشطه وسمنه، يعني اصحاب الدايت يطلعوا بره الفيديو. الناس اللي بتعمل دايت ما تخشليش في الفيديو يا جماعه، وما يجيبوش سيره الفيديو. تمام، شوفوا ما شاء الله التوريقه، شوفوا 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 الجمال والحلاوه. احطها كده في الصينيه واغطي عليها برضو بكيس او بمشمع عشان ما تنشفش. نعمل اللي بعده. اعمل واحده تانية بقى كده، افرد كده. طبعا يفضل الدقيق ده لو عليه خليط، يعني دقيق غلة على دقيق فينو، بيبقى تحفه في عمايل الفطير يا جماعه، تحفه. كلنا اتربينا على كده، احنا كلنا اتربينا على كده. فطير عمايل امهاتنا بقى وجداتنا، الخير والبركه يا جماعه والله. شوفوا ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، بسم الله ما شاء الله. سمي كده على الحاجه عشان ايه؟ ربنا يجعل فيها البركه، حاجه لبيتنا او للشغل نسمي عليها. تمام، ايه رايكم بقى في التوريقه؟ شوفوا التوريقه عامله ازاي، اللهم بارك اللهم بارك. صبرا فإن الصبر للأحرار زاد، ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا. اجي بقى على اول واحده عملتها، بسم الله، انزل كده ايه، افردها بقى كده في الصينيه. دايما انا بحب زبايني جدا يا جماعه، انا بحب زبايني وبحب شغلي، فدايما بحب اتوصف بحبايبي. خليها كلها كده قشطه، والصينيه تكون مدهونه سمنه بلدي او زبده بلدي. وافرد كده ايه، وافرد كده. شوفوا تفرد معايا بكل اريحيه ازاي، عشان انا ريحت العجينه، انا ريحت الفطيره على ما عملت الباقي. كل واحده تعمليها كده في ايه، في الصينيه بتاعتها. تمام،
تمام. طبعا الصينيه دي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، الصينيه دي كبيره، الصينيه دي مقاس كبير. تمام كده. فرن سخن بقى، تمام. وهوريكم درجه الحراره بتاعه التسويه عامله ازاي، بس الفرن يكون مسبق التسخين. تمام. يلا نسويها. حراره بتاعه الفرن، حراره اهي، اللهم بارك. حرارات يا جماعه، شفتوا الحراره عامله ازاي؟ دي درجه الحراره بتاعه التسويه. تمام. تمام. بطلع لك الفطير بالجمال، بالجمال والحلاوه، الجمال والروقان في الحلاوه دي. شوفوا بس طراوه الفطير، شوفوا طراوه الفطير، اللهم بارك. واحمر من فوق ومن تحت، وحاجه كده ايه، زبده زبده، اللهم بارك. والله العظيم يا جماعه تحفه 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 بجد. شوفوا شوفوا الفطير، اللهم بارك. فطير 10/10. اخلص كل الكميه اللي معايا واوريكم التسويه بتاعته من جوه وافتحه لكم، وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم بعد ما تستفادوا من الفيديو. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وكومنت حلو منكم، بيسعد لي قلبي. ربنا يسعد لكم جميعا. شوفوا الجمال. يلا كمل بقيه الكميه وارجع لكم. تعالوا بقى عشان اوريكم جمال الفطير وحلاوته، عشان ايه ما تقولوش ان انا بجامل في شغلي. لا يا جماعه مش مجامله والله. بسم الله. يلا خلي البساط احمدي كده من غير مقص ولا اي حاجه اهو. شوفوا الفطير، شوفوا الفطير، شوفوا ارضيه الفطير عامله ازاي، شوفوا الفطير وجماله. شوفوا بسم الله ما شاء الله. فطير المورق، الرق بتاعه خفيف، طبقات خفيفه جدا 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 جدا. اهي يا جماعه بصراحه ده مش عايز حاجه غير حته جبنه حادقه كده او شويه عسل. بس والله ما محتاج كده حاجه عسل في قلبك انت وهي. بسم الله، اللهم بارك اللهم بارك. محتاج كده شويه عسل اسمر وحته قشطه كده. بسم الله ما شاء الله ويسمي الله كده. وكده خلاص اجمل فطير بكل سهوله بكل بساطه. شوفوا الفطير. يلا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وكومنت حلو منكم، واشوفكم في رعايه الله في فيديو جديد من فيديوهاتي. معاكم كانت معاكم سامية عبد الفتاح من قناه ام جمانه المأكولات. اشوفكم في رعايه الله، بالسلامه.